تحية مجددة لكل المتتبعات والمتتبعين لمضامين ومحتويات هذه القناة، مواكبة دائما مع النقاشات اللي تناقشوها في البرنامج ديال منقع الخابئة، بالإضافة للنقاشات اللي تكون على الهامش سواء من خلال التعليقات ولا من خلال التواصل مع الناس اللي تتفاعلوا مع المضامين. بطبيعة الحال هذه النقاشات هذه تتجي من باب أنه صعب على أنك في برنامج واحد تقول الأفكار ديالك كلها، وصعب على أنك تبقى كل مرة ترجع لنفس المواضيع. يعني حنا غاديين تما بواحد التطور. اللي بغيت نقول انا اليوم علاش هذا الشيء هذا، علاش نديروا حنا هذا الشيء هذا، وعلاش عندنا هذا الامل. استقراء بسيط. العصابه اللي مستوليه اللي محتله المغرب، وخاصه دابا ولات الامور واضحه باننا عندنا احتلال. يعني ملي تتمشي وتطبع مع الصهيونيه وتجي تعطي للصهيونيه زمام بزاف الامور، تتحيد المال المغربي وتعطيه للصهيونيه، تحيد الاستثمار المغربي وتعطيه للصهاينه، تيكون ان الوطن ديالك محتل. دابا حنا المغرب تيعيش حاله استعمار غير معلن، ولكن هو حاله استعمار. هذا ما تيعنيش اننا قبل منه كنا مستقلين، لا، قبل منه كان الاستعمار تيحاول يكون محتشما. ما حنا لم نستقل منذ 1912. 56 غير داروها لنا ديال بالعاني. الناس اللي كانوا وطنيين تما وبغاو يجروا المغرب يحيدوه من الاستقلال كما بغات دير التجربه ديال الحكومه ديال عبد الله ابراهيم، دار داك المخطط ديال انه يعني يتم اجلاء الجيوش الفرنسيه والجيوش الامريكيه اللي كاينه، انتزاع كل الاراضي من الاجانب اللي كانوا عندهم الاراضي الزراعيه والعقار الى اخره، ويرجعوا هذاك الشيء كله. ضربوا لهم الحسن الثاني في الزيرو ودار لهم حكومه الطابور الخامس وقال لهم صافي، قالهم يعني قال لهم ما تحيدوا، ولات بالصحه ماشي حتى بالسياسه، صحه. وراكم عارفين البقيه الحكايه، راه ولا هو الرئيس وهو الملك، وهو تام اللي كان باقي ولي العهد ولا هو الملك والرئيس الى اخره. ومن بعد الحالات الطوارئ وحاله الاستثناء عليه الى ان سيطر على المغرب بيد من حديد، ومن ثم استمرت الامور يعني حتى لدرجه انه بزاف ديال القياديين سياسيين ومناضلين سياسيين ما قهرهم الامر حتى انهم استسلموا ودخلوا مع المجرم هذا السفاح الحسن الثاني فيما كان يعرف بالاجماع والسلسله الديمقراطيه له، والاجماع زعما الانتخابات والاجماع حول القضايا والثوابت ديال الملك ديال الملكيه بحد ذاتها. يعني هذا الشيء هذا اللي وقع في ذاك الوقت هذاك يستمر تحت محمد السادس. يعني داك 1956 محمد الخامس حق عبد الله ابراهيم عافاك الى جي شارك معنا في الحكومه، وانتم رجال محترمين وطنيين كذا، هذاك الماكله ديال الدماغ باش يديروا داك المرحله الانتقاليه من ما قبل الاستقلال الشكلي لما بعد الاستقلال الشكلي، وفعلا وقعت ودازوا انتصروا. كذلك داروها مع حكومه التناوب مع الناس اللي هما يعني من الناس اللي المناضلين ديال نفس الحركه الوطنيه نفس ديك الحركه الوطنيه. يعني يوسفي وداك الشيء عايش دوك الناس داروا معاهم نفس الخطه عاوتاني، وقلبوهم المره الاولى وقلبوهم المره الثانيه. علاش؟ لانهم في المره الثانيه كانوا ديجا قلبوا الفيستا وتخلاو على المبادئ اللي قاموا عليها هما. اختلفنا معاه ولا اتفقنا معاه، كانت عندهم مبادئ وكانت عندهم رؤيه وطنيه واضحه، واخا كانت رؤيه برجوازيه وطنيه واضحه، يعني ما كانتش في مصلحه الاغلبيه الشعب المغربي، ولكن كانت عندهم واحد التصور بعدها تخلاو عليه في مره، دخلوا في الاجماع واستمروا، بقات عندهم التقيمه. هذاك الشيء علاش قولبهم عاوتاني الحسن الثاني اللي قولبهم في الانتقال ديال 1956 قولبهم في الاعداد ديال الانتقال منه هو لولده، لانك عارف راسو صافي حتى هو. اليوم تنعيشوا هاد النموذج عاوتاني بواحد الطريقه اخرى، لان مثلا تنتكلموا على الحسن الثاني السفاح تنتكلموا على سنوات الرصاص. سنوات الرصاص فعلا كانت سنوات الرصاص، يعني لا احد ينكرها، راه كان كاين غير اللي دلوقتي تيغبر، ولكن كان على الاقل امام الراي العام الدولي كان تينكر الحسن الثاني، كان تيقول لهم ما كاين لا تظبمرت، ما كاين لا اعتقال، لا ولا، ما عندناش معتقلين سياسيين، ما عندنا حتى حاجه الى اخره. السنوات الرصاص اللي تنعيشوا اليوم تيفتخروا امام العالم على انهم هما قامعين الشعب ديالهم، انهم اللي دويره في هذا المعنى هذا، بل مشاو ابعد من ذلك، بغاو يطبقوا نفس البلطجه على دول الجوار، وخاصه اذكر الجزائر وجبهه البوليزاريو،
وبغاو يطبقوا نفس الشيء على تونس لما عطات رأي غير الرأي اللي باغينها تقول، وبغاو يطبقوا نفس الشيء على حتى البرلمانيين والناس في الحكومات اسبانيا وفرنسا وايطاليا وكذا الى اخره. يعني بلطجتهم اصبحت علنا زعما. وعلاش هاد البلطجه اصبحت علنا؟ لانهم تعتقدوا على انهم خواو الجن، انهم صافي ولا عندهم خواو الجن، ولا عندهم خاتم سليمان، وعندهم داك المصباح السحري كن فيكون، زعما راه حنا صافي طبعنا مع اسرائيل. كيان الصهيوني يعني اعتقدوا لنا الكيان الصهيوني هذا، قلتها مره وجوج وثلاثه، الكيان الصهيوني براسو تلف، الكيان الصهيوني براسو تلف، بحال تقول لك تعلق غريق بغريق. للاسف داك الملحد ديال الامير المؤمنين في داك الاستجواب ديالو، تنخصنا بالذكر هشام النوصي، يعني داك الاسئله الغبيه ديالو، يعني كما قال لهم سقراط تحدث حتى اراك وشفناك ليتك لم تظهر. يعني زعما تحاور مع صهيوني وتيقول له بانه لماذا الجزائر لم تعتبر انه التطبيع مع الجزائر هو فيه اخوه وفيه افاده للمنطقه كلها. يعني واحد الغباء. يعني هذا المخزن هذا عنده الملحدين ديالو، وعنده المؤمنين ديالو، وعنده المخازنيه بارتو في كل دومين. وهذاك موستيك كما سماه قمامه فعلا صدق مخزنين من طراز معتبر وصهيوني من الفوق. اللي بغينا نقوله هو انه هذا يعني واحد الستري باش ناكدوا واحد اننا رحنا لا نقبل الخونه والمخزنيه والمتصهينين من كل الانواع. يعني المرحله دابا مرحله انتقاليه، المفروض في المرحله الانتقاليه تتكون ميزان القوه تيميل شي شويه جهه الشعب. هادشي علاش حنا عندنا امل بالاضافه لارتفاع المستوى الوعي الجمعي يعني والفردي ديال واحد الفئات واسعه من الشباب والمناضلين. هادو راه ماشي كنقولوا تنكلموا على النحل، تنكلموش على الذباب. بالاضافه لانه هناك حاله احباط كبيره عند ما تبقى من الشعب اللي كانوا ربما باقي عندهم متشبتين وباقي عندهم الامل بالملكيه، داخلهم محبطين، ولكن على الخارج لم يمتلكوا بعد ذاك الوعي ما يكفي من الوعي، لانهم يقولوا لا بركه هي بركه، يقولوها بطريقه ولكن ما توجهوهاش للهدف الصائب، لانهم طالقين عليهم اعلام تما ديالهم ديال المخازنيه. وراكم تتشوفوا اللقاء اللي دار المهداوي مع منار السليمي، يعني جوج د المخازنيه تيهضروا، جوج ديال الابواق د المخزن تيهضروا. يعني هذاك الاعلام حتى طالقين عليهم ذاك الاعلام ديال الفساد كما تنقولها ديما، ديال محاربه الفساد وكذا مع الفساد، طالقين عليهم تيقول لهم بانه راه الفلطه المؤسسه الملكيه وكل ما هو ملحق للمؤسسه الملكيه، واقصد بالذكر وزاره السياده الداخليه والخارجيه، راهم دايرين حتى حاجه الفلطه كلها جايه من جهات اخرين ومن ناس باغيين يغتانيوا وناس طماعه واخنوش طماع والى اخره. لكن اليوم وصلوا الناس لانهم عرفوا انه العصابه هي عصابه محكمه، يعني سواء سماها شي حد البنيه العلنيه ولا البنيه السريه ولا المخزن القديم ولا المخزن الجديد، اي اسم عطيتيها هي عصابه. كما قلت لكم العصابه عند المافيا تيتبدلوا فيها لي كابيتان وتيتبدلوا فيها حتى البوسات تيتبدلوا فيها، الاندر بوسات والبوسات تيتبدلوا فيها، ولكن تتبقى هذه العصابه دائما قوتها والمصدر القوه ديالها جايه من ذيك المظله ديال الملكيه والمؤسسه الملكيه، لانها مقربه من المؤسسه الملكيه، ولانه الملكيه وضعت ثقتها فيها، فبالتالي سريه علنيه قديم جديد هي مسؤوليه تتحملها الملكيه. محمد السادس راه من عداد المفقودين، يعني راه كون كان هذه العصابه عندها ما يكفي من الثقه انها دير الانتقال دابا كون دارته. يعني انهم تالفين ما عارفينش شنو يديروا، ما عارفين واش يعطيوها لرشيد، واش يعطيوها للحسن، واش يحيدوها كل شيء ويديروا ملك جديد ويدخلوا اسره علوي اسره ملكيه اخرى ما عرف شنو يسميوها يعني الازولاي، الاسره الازولاي الحاكمه ديال المغرب الى اخره. ازولاي راه تيحكم المغرب عن انديريكت. وكرام تتشوفوا نتوما محمد السادس انا اعتبره من عداد الموتى،
الموتى تيكلفنا الملاير د الدولارات، هو من عدد الموتى. راك تتشوفوا ما نتكلمش على الخطاب لانه حامض، قال لك الجديه وداك الشيء يعني، ولا تيكتبوا ليه. انا وليت نحس تيبغيو يضحكوا عليه عباد الله. زعما نعطي هذه النقطه هذه للاستاذ علي مرابط اللي بطبيعه الحال الاستاذ علي مرابط رائع، الفيديو ديالو الاخير على هذاك القجع وهذا الشيء معلومات رائعه، وهذه هي اللي ننتظروا من الصحفي. ماشي رجل سياسي يجي يحلل لي السياسه ويقول لي غنطيح كذا وغنطلع كذا، لا، يعني المعلومات الغنيه تتفرش العصابه. نعطي له هذه لانهم بدا يبان لي تيكتبوا ليه نامبورت كوا باش يضحكوا عليه، باش يزيدوا يضحكوا عليه المواطنين. ما فهمتيني. الوحده الترابيه ما بغاتش تقرا له، قراها 2 مرات 3 المرات، هو العرباليه عاد قال الترابيه باش تعرفوا هو راه ما مسوغ، هو ما في بالو لا ترابيه لا والو. هذاك الشيء تيعطيوه لنا حنا باش يبتزونا به وباش يخليو لنا ديك الخلعه ديال زعما راه شي نهار يدخلوا عليكم البوليزاريو ياكلوكم، والعداء مع الجزائر اللي ما دايره لنا حتى حاجه، واللي دوله ذات سياده بيناتها وبين الشعب ديالها. الا عجب الشعب ديالها نقول ليه برافو عليك، الا ما عجبش الشعب ديالها نقول له حظ جيد في انك دير حاجه اخرى من غير داكشي. مخلينا هذا العداء زائد الكره زائد التفاهه والروتينيات والمصيبه باش ما يخليوناش نركزوا مع هذه المرحله اللي هي مرحله مهمه بزاف، واللي ميزان القوه فيها تيفلت لهم. لاش؟ لانهم دابا عايشين حاله تناقضات داخليه، اللي تينهب الفرقه A والفرقه B والفرقه C والعائله العلويه تنقطع في بعضياتها. هذا هو الوقت اللي حنا نقدروا نكتسبوا فيه القوه. باش نكتسبوا فيه القوه ان نتحدوا على نقاط واضحه وغنتنظموا. لاش؟ باش نصرفوا داك الاتحاد ديالنا بالعمل من خلال قنوات منظمه وقنوات جاده. اذا هذا هو خصو يكون النقاش ديال دابا، وهنا فين خصنا نصبوا الفكر ديالنا والاهتمام ديالنا ونتوقف. تحيه مجدده لكم، والحريه لكافه المعتقلات والمعتقلين بسجون هذا النظام اللاشعبي اللا وطني اللا ديمقراطي. الى اللقاء.